مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف أو تبدأ رحلتها إلى العاصمة أسمرا. اختتام مهرجان الإريتريين في ألمانيا. وزارة الزراعة تنظم دورة لتعزيز قدرات أعضائها. تركيا ترفع حالة الطوارئ بعد عامين من محاولة الانقلاب الفاشلة. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على جوجل. وقابات السويد تحترق والسلطات تناشد الاتحاد الأوروبي بالتدخل. أهلا بكم مشاهدينا. للمرة الأولى بعد توقف دام 20 عاما، استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأربعاء 18 من يوليو رحلاتها من وإلى أديس أبابا أسمرا. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل نصر الدين عربي. استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى أسمرا 18 من يوليو بموجب إعلان السلام والصداقة الموقع في أسمرا يوم 9 من يوليو الجاري بين إريتريا وإثيوبيا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 20 عاما. واستقبلت الطائرتان وهما من طراز بوينغ 787 وبوينغ 737 اللتان وصلتا ظهر اليوم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الإريترية أسمرا في فارق زمني يصل إلى ربع ساعة، وعلى متنهما مسؤولين كبار بالحكومة الإثيوبية والخطوط الجوية الإثيوبية. استقبلهم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير المواصلات والاتصالات السيد تسفاسلاس برهانه في استقبال رسمي بمطار أسمرا الدولي. وأقلت الطائرتان 465 راكبا يتقدمهم رئيس وزراء إثيوبيا السابق هيلماريام دسالين ووزير الدولة في وزارة الخارجية البروفيسور أفورقي كاسو والمدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية السيد تولد جبر مريم ومستثمرين ورجال أعمال وفنانين وصحفيين. وقد جرى لهم استقبال جماهيري حافل في مطار أسمرا الدولي. وقال رئيس وزراء إثيوبيا السابق السيد هيلماريام دسالين: أشعر بالسعادة والفخر لمشاهدة الشعبين الإريتري والإثيوبي يعبرون عن حبهم وفرحتهم. وأضاف: رغم الأضرار التي تذوقها الشعبين الإريتري والإثيوبي خلال 20 عاما الماضية، إلا أن التجربة المكتسبة من هذه المرحلة الضارة تلعب دورا كبيرا في المرحلة الجديدة والمبشرة التي بدأت. من جانبه قال المدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية السيد تولده جبر مريم إن بدء خدمات الخطوط الجوية الإثيوبية من وإلى أسمرا أديس أبابا يلعب دورا هاما في تطوير قطاعي التجارة والسياحة، مشيرا إلى وضع خطة لبدء الخدمات الجوية من وإلى أديس أبابا وعصب ومصوع قريبا بالنظر إلى أهميتها. يذكر بأن بيان السلام والصداقة المشترك الموقع في 9 من يوليو الجاري في العاصمة أسمرا يتضمن 5 بنود، من بينها أن تشرع الدولتان في العلاقات التجارية والمواصلات والاتصالات. وعلى هذا الأساس بدأت خدمات الاتصالات في ذات اليوم، وبدأت رسميا خدمات الطيران 18 من يوليو الجاري. وتبين هذه التطورات تطبيق إعلان السلام والصداقة الإريترية الإثيوبية بوتيرة عاجلة. نظم حفل تدشين في فندق أسمرا بالاس يوم أمس الأربعاء بمناسبة استئناف الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من وإلى أديس أبابا أسمرا. وحضر الحفل الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومتين الإريترية والإثيوبية، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق السيد هيلماريام دسالين، والمدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية السيد تولد جبر مريم، والدبلوماسيين المعتمدين لدى إريتريا والمستثمرين والفنانين والصحفيين القادمين في الرحلة الأولى لطائرتي الخطوط الجوية الإثيوبية. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الكلمة التي ألقاها أن استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى إريتريا يعتبر جسرا لنقل العلاقات التي انقطعت بين شعبي البلدين لفترة طويلة إلى مرحلة جديدة من السلام والصداقة. وشكر السيد هيلماريام دسالين قادة البلدين لسعيهما للانتقال من الظلام إلى النور، وقال: لقد اكتسبنا تجربة كبيرة من الوضع السابق، وينتظرنا عملا قويا لنثبت للعالم أننا نموذج للتعاون وحسن الجوار. وأشاد بحسن الاستقبال والضيافة التي واجدوها في إريتريا.
من جانبه أوضح المدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية سيد تولد جبر مريم أن الخطوط الجوية الإثيوبية التي تمتلك 104 طائرة على استعداد لربط أسمرة ليس مع أديس أبابا وحسب، بل مع 114 مطارا دوليا، وأن هذه الفرصة مضامينها تتجاوز المصلحة التجارية والسياحية. من جهتهم أكد الفنانون القادمون من إثيوبيا على العمل للدفع بعملية السلام الإريترية الإثيوبية إلى أعلى المستويات، معربين عن سعادتهم للفرصة التي وجدوها للعمل عن قرب مع الفنانين الإريتريين. هذا وقد أحيت الحفل فرقة التراث الإثيوبية وفرقة أثر الإريترية. نظم الإريتريون المقيمون في ألمانيا مهرجانهم السنوي، وشهد المهرجان الذي تجري فعالياته في مرحلة السلام المبشرة شهد برامج ثقافية ورياضية وعروض فوتوغرافية متنوعة. التقرير التالي بصوت زميل أبو كفاح يلقي المزيد من الضوء على هذا المهرجان. اختتم مهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا الذي جرى تنظيمه للمرة 22 في الفترة من 13 وحتى 15 من يوليو الجاري في مدينة جيسن تحت شعار الرؤى بالعمل. وافادت المعلومات الواردة إلينا بأن مهرجان هذا العام الذي شاركت فيه جماهير كثيرة من المواطنين يجري في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مرحلة السلام المبشرة، والتي أضفت بدورها رونقا خاصا على المهرجان. وقدم في مهرجان هذا العام سيمينار تحدث فيه سفير إريتريا في بريطانيا وشمال أيرلندا السيد ستيفانوس، حيث تناول فيه الأوضاع الراهنة. كما شهد المهرجان تقديم كلمات ورسائل ألقاها كل من القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو، ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في ألمانيا الدكتور تسفاي عبللوم، بالإضافة إلى كلمة الأنشطة الجماهيرية والشؤون المجتمعية والتي قدمها السيد كحساي تولي. وقد اشتملت فعاليات المهرجان بالإضافة إلى ذلك على فقرات ثقافية وفنية متنوعة ومسابقات رياضية وقرية الأطفال وعروض فوتوغرافية. أعطت المهرجان الذي شارك فيه عدد كثير من المواطنين والأجانب والاتحادات الصورة التي تليق به. ومن جهتهم أوضح المشاركون بأن احتفالهم بالمهرجان هذا العام مع مرحلة السلام أضفى بهاء وروعة على المناسبة، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح برامج التنمية الوطنية بروح عالية. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للكفاءات دورة تأهيلية ل 144 من أعضائها القادمين من المكتب المركزي للوزارة والأقاليم لتعزيز قدراتهم الإدارية. وتركزت الدورة التي نظمت في 3 مراحل تركزت حول إدارة الأعمال والمكاتب بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع وإدارتها. وقال وزير الزراعة السيد الرفايل برهي في مراسم التخريج التي جرى في 16 من يوليو الجاري أن الدورة هي جزء من الجهود الوطنية الجارية لإنجاز أعمال فعالة عبر توفير الموارد البشرية. وذكر الأعضاء الجدد بالاستفادة الجيدة من خبرات وإمكانيات الأعضاء القدامى، معتبرين المكان الذي تم توزيعهم فيه كمدرسة، مناشدا إياهم لتعزيز اهتمامهم. من جانبه قال مسؤول وحدة الموارد البشرية في الوزارة الشابيو إيل يوناس أن الدارسين عملوا خلال 4 أشهر لتطبيق الدورة النظرية التي تلقوها على أرض الواقع، وحققوا إنجازا مشهودا في الأنشطة الزراعية وغيرها من متطلبات الوزارة. من جهتهم ثمن الدارسون المعرفة التي اكتسبوها من الدورة المنتظمة نظريا وتطبيقيا، مناشدين وزارة الزراعة لاستمراريتها بشكل أقوى، وقيموا المهام المعدة بالتركيز على الأنشطة الزراعية المختلفة. ونشد كل من مدير المركز الوطني للكفاءات الدكتور أبيل هبتماريام ومنسق المشاريع في المركز السيد تادسي بياني لتطبيق المعرفة التي اكتسبها الدارسون على أرض الواقع وتمريرها على زملائهم في العمل بصورة منتظمة. أكمل مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر الاستعدادات للتطعيم ضد شلل الأطفال المزمع تنفيذه هذا الشهر، وجاء الإعلان في اختتام التأهيل المنظم للكادر الصحي لتطوير خدمات التطعيم. وقال منسق خدمات التطعيم في الإقليم السيد حامد إدريس أن التطعيم عبر الحقن والذي يتم إدخاله يعتبر مواصلة للتطعيم الذي كان يقدم عبر التنقيط في الفم، وتهدف الدورة التأهيلية لتمكين الكادر الصحي للاستعداد وتنفيذ التطعيم ونقل المعرفة المكتسبة لزملائهم.
من جانبه دعا ممثل مكتب وزارة الصحة السيد محمد نقوس المشاركين في الدورة التأهيلية لتوطيد العلاقة مع الشعب لتنفيذ البرامج بفعالية، وحث الأسرة لتطعيم أبنائها لاستئصال المرض. وتشير التقارير إلى أن التطعيم بالحقن والذي جرب في 60 دولة بموجب برنامج منظمة الصحة العالمية يعتبر مكملا للتطعيم بالفم. وقد تم استئصال مرض شلل الأطفال من إريتريا بالكامل، لكن يتوجب اتخاذ الحيطة المسبقة لكونه لا يزال يظهر في دول الجوار. قدم سكان منطقة هدامو بمديرية دقم حرير دعما ل 34 أسرة الشهيد تمثل في الحبوب الغذائية. وهذا الدعم الذي قدم لآباء وزوجات الشهداء هو جزء من حملة تجديد العهد بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء، وقدم كنتالا واحدا لكل أسرة شهيد. ذكروا بأن سكان منطقة هدامو كانوا يقومون باستمرار بتقديم الدعم المالي لآباء وزوجات الشهداء. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، أعلنت الحكومة التركية إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عامين بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وفرض رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في يوليو 2016، وتم بموجبها اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين وطرد الآلاف من وظائفهم الحكومية، بينهم قضاة ومعلمين ورجال جيش وشرطة. ويأتي هذا الإجراء قضاة رفع الحزب الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لتعزيز صلاحيات السلطات. وقررت السلطات التركية تسريح 18,632 من موظفي الدولة، بينهم ضباط وجنود شرطة وأساتذة الجامعات، للاشتباه في انضمامه إلى تنظيمات إرهابية تضر بالأمن القومي. وقبل أسابيع تمت إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد بصلاحيات واسعة سيطر من خلالها على الجيش والشرطة والقضاء، ليقرر إلقاء حالة الطوارئ بعد 7 أشهر من التجديد. فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار يورو على شركة جوجل بتهمة احتكار في ملف نظام أندرويد، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات بين الاتحاد والولايات المتحدة. وفرض الاتحاد الأوروبي هذه الغرامة على جوجل لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية أندرويد من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت. كما دعت المفوضية الأوروبية جوجل إلى إنهاء ممارساتها غير المشروعة خلال 90 يوما تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية للبايت التي يتبع لها جوجل. وأعلن متحدث باسم جوجل استئناف قرار المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة الجديدة على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخلافات محورها حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية. اشتدت عدة حرائق غابات أججها الجفاف الأربعاء في مختلف أنحاء السويد، التي طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي عبر الآلية الأوروبية للدفاع المدني. والسلطات التي تكافح حاليا 44 بؤرة حريق أصدرت أوامر إخلاء لسكان مناطق عرضة للخطر، لا سيما في المقاطعات الوسطى في يابلبوري ويمتلاند ودلاي كارلي. وتم إرسال طائرتين إيطاليتين لرش المياه، وكذلك 6 مروحيات نرويجية إلى وسط البلاد الأكثر تضررا، كما أعلنت الوكالة الدولية للدفاع المدني. وقالت أجهزة الطوارئ في بيان لها أن الجفاف تسبب بعدد كبير من الحرائق المتزامنة في الغابات ومناطق أخرى، موضحا أن العدد قد يرتفع على الأرجح.
قادر فتية كهف تايلاند البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم مستشفى في إقليم شيانغ راي شمالي البلاد بعد أن بقوا عالقين لأكثر من أسبوعين بأحد الكهوف بعد أن قمرته المياه. ويعد هذا أول ظهور علني لفتية الكهف وهم بصحة جيدة. وقد أثنى هؤلاء الفتية في أول تصريحات إعلامية لهم عقب تجاوزهم للظرف الصعب الذي مروا به على الجهود المضنية التي بذلها عناصر الإنقاذ لانتشالهم من الكهف الذي احتموا به من الأمطار. وأشاد الفتية بالشجاعة التي تحلى بها أحد الغواصين من أجل الوصول إليهم لكنه فارق الحياة. وقال الفريق الطبي المعالج أن الأمور تسير كلها بالاتجاه الصحيح وأن جميع الأطفال الآن بصحة جيدة ذهنيا وجسديا ويمكنهم العودة إلى بيوتهم وأهلهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.